السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير ولاباس عليكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه خبز تركي بمقادير جد بسيطه، طريقه عمل جد سهله والنتيجه اكثر من رائعه. رايحين تتحصلوا على واحد الخبز خفيف ريشه قطني رهيب. قبل ما نروحوا نتعرفوا على الوصفه، اذا عجبكم الفيديو البنات ما تنساوش تدعموني بليجام، كثروا لي من الليجام هكذا باش يوصل الفيديو لاكثر عدد من المشاهدين. ومام طون البنات تشجعوني. ايضا حبيت نشكركم على تعليقاتكم الجميله والرائعه. نبداو الوصفه تاعنا بالصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير ومشاهده ممتعه للجميع. عندي هنايا في انبوض راح ندير كاس تاع حليب يكون دافي، حجم الكاس 250 مليلتر. كاس تاع الماء ايضا دافي البنات، دافي وليس سخون. مغرف كبيره تاع السكر ومغرف كبيره تاع خميره الخبز. نخلطهم مليح ونخليهم يرتاحوا واحد دقيقتين. هنايا البنات المقادير اللي راح نمدهم لكم، يعني لما كيلت بهذا الكاس تاع 250 مليلتر عطاني قيس خبزتين كبار في الحجم. اذا كان بغيتوا خبزتين صغار في الحجم، يعني صغروا الكاس. قد ما يكون الكاس كبير يكونوا الخبزات نتاعكم كبار. تقدروا تخدموا بالكاس تاع 220 مليلتر، انا خدمت بالكاس تاع 250 مليلتر، خرج لي خبزتين كبار. بعد ما خليتهم ارتاحوا 2 دقائق درت هنا ضيفت كاس الا ربع زيت. نزيد نخلط مليح. من بعد راح نبدا نضيف في الفارينه، حنحاول نعطيها لكم بالتقريب دائما بنفس الكاس. ديرت كاس الاول تاع الفارينه، 4 مغرف كبيره تاع الملح، تقدروا تروحوا حتى نص مغرف، انا ما نحبش الخبز تاعي يكون مالح بزاف. زيت الكاس الثاني، ونلم. كما قلت لكم مقادير جد بسيطه، ويعني راح تحصلوا على واحد الخبز اكثر من رائع. زيت الكاس الثالث. هاد الخبز نحضروه في الصباح وخاصة في شهر رمضان. نزيد نضيف الكاس الرابع. هنايا راح نبقى نضيف في الفارينة حتى نتحصل على القوام المطلوب. هنايا العجينة البنات لازم تكون تتلاصق شوية في اليد. قد ما تكون العجينة تاعكم تتلاصق الخبز تاعكم راح يكون خفيف. نبقى نضيف في الفارينة ونلم. كما قلت لكم العجينة تكون تتلاصق شوية في اليد، المهم تقدروا ترفدوها. فوالا هاد الخبز ما ندلكوهش كامل البنات. هنا بعد ما لميتها شوفوا العجينه، ركزوا على القوام تاعها كيفاش. شوفوا البنات يعني راهي طريه ومامته في نفس الوقت تلاصق. رايحه نلمها فقط، ما رانيش اني ندلك فيها، راح نلمها يعني نلمها حتى تكون عندي عجينه تكون شويه ليس ملسه. هنايا بالنسبه للفارينات دات معايا تقريبا 5 كؤوس، يعني الكاس الخامس ما كملتوش. انتم يعني ضيفوا الكاس من الكاس الرابع، الكاس الخامس ضيفوه تدريجيا. هنا راح نلمها ونديرها في وعاء اللي كنت دهنته بالزيت، نخليها حتى يتضاعف الحجم تاعها. نعاود نرجع لكم. جبت هنايا السنيوات نتاعي اللي درت فيهم بابي دو كويسون. العجينه هذه قسمتها الى خبزتين، يعني كل خبزه درتها في سنيوه. وبديت نحل في الخبزه الاولى. يعني هنايا تقدروا تستعملوا يديكم في زوج، حلوها، حاولوا تحلوها على شكل دائري. يعني في الخبز هذا التركي من الافضل انكم تستعملوا بابي دو كويسون، لازم بابي دو كويسون. ملي ما عندهاش معليش دهن السنيوه تاعها بالزيت مليح. هنايا كما شفتوني عطيت لها شكل دائري. فوالا نروح نحل الخبزه الثانيه بنفس الطريقه، يعني نحل فيها هنايا وهي دير في هذوك النبولات. انا تعرفوا بلي العجينه تاعكم راني رائعه، صدقوني عجينه ما شاء الله.
هنايا كتعودوا تحلوا فيها استعينوا بشويه تاع الزيت، لانه كما قلت لكم العجينه راهي خفيفه بالبزاف. حنخلي الخبزات نتاعي يرتاحوا واحد ربع ساعه. بعد ما فات ربع ساعه شوفوا الخبزات نتاعي ضاعف الحجم نتاعهم، يعني زادوا خمروا. درت في الاصابع تاعي شويه تاع الزيت وريحه ندير هاد الدائره يعني بالاصابع. كما تعرفوا الخبز التركي يجي مشكل بهذه الطريقه. هنا رايحه ندير خطوط بهذا الشكل. فوالا شوفوا العجينه يعني كيفاش راهي والله بزاف هايله. هنا رايحه نشكلها مربعات، تقدروا ديروها حتى مقروطات. فوالا حنزيد نشكل الخبزه الثانيه بنفس الطريقه. خبز اكثر من رائع البنات، نتمنى تجربوا هذه الوصفه، على بالي بلي راح تعجبكم. بعد ما كملت جبت هنايا صفر حبه تاع البيض، درت معاها مغرف كبيره تاع الحليب ورايحه ندهن الخبيزات نتاعي. الفرن راني درتو يسخن على 180 درجه، غير ما نكمل ندخلهم يطيبوا. نشعل عليهم من تحت، نطيبها يعني من تحت لما نشوفها بدات تحمر الجوانب نشعل عليها من فوق الطيب ونخرجها. هنا فقط البنات اللي عندها الججلان ولا ساندويتش تدير. انا يعني ما كانش متوفر عندي الغالب، يعني من الاحسن ديروا شويه تاع الججلان او الساندويتش هكذا باش يجيكم الشكل تاعها بزاف شباب. ما في المذاق داك الساندويتش والججلان يعطيكم ذوق رائع. فوالا ندهنوها مليح. هنا البنات لازم ديروا مغرف كبيره تاع الحليب مع صفار بيضه هكذا باش تجيكم الخبزه تاعكم طريه. فوالا هنا بعد ما طيبت الخبز تاعي، يعني هاد الخبزه الثانيه، الخبزه الاولى راني طيبتها يعني وراه مكلاو منها. شوفوا يعني جات بزاف رائعه. شوفوا يعني صدقوني تجي ما شاء الله، يجي خفيف. شوفوا كيفاش يجي طري. حنقسم معاكم هكذا باش تشوفوه عن قرب. والله قطني. انا فقط البنات كي تحلوها ما تحلوهاش رقيقه بزاف، تبعوا فقط الخطوات وراح تحصلوا على خبز اكثر من رائع. وصفه تستحق التجربه بالفعل. كما قلت لكم البنات في الاول تاع الفيديو، ما تنساوش البنات دعموني بليجام، كثروا لي من ليجام هكذا باش يكبر يوصل الفيديو لاكبر عدد من المشاهدين. وهكذا انا تاني نتشجع ونتحفز اني ندير لكم ونزيد نقدم لكم وصفات. كانت هذه الوصفه نتاعنا لنهار اليوم اللي نتمنى تكون نالت اعجابكم. انا الان ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم والى الملتقى ان شاء الله.